حبي الاول يعني هو يسال لا بيتنسي عادي. ايه ده؟ لا ايه انت اتضايقتي انت قلت لي ان اللي فاتوا ما كانوش حب. لا ما هو عشان كده اتنسوا. قلت لي ما كانوش حب ما هو ولا عشان كده الحب الاول. ما هم اتنسوا تمام يا هاجر خلاص. بس. عند الفصل فيلم فيها ايه يعني؟ كلموني عن حضور الارض. جدا 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 بحب كل الكاست، بعشقهم، بحب مصطفى غريب قوي، ماجد الكدواني تحسيه اور انكل، متحمسه له الفيلم حتى لو ما كنتش عاوزاه كنت هخشه اول يوم يتعرض فيه. كنت سامعه فراس من شويه كان بيتكلم عن استاذ ماجد الكدواني، واضح ان في حاله عشق هو انا زمان خالي الله يرحمه كان اسمه ياسر الشرقاوي، كان بيمثل زمان، كان بيمثل مع سيستر لطفي وماجد الكدواني، كان عاملين فيلم زمان اسمه لو كان ده حلم، فيلم قديم قوي بس، فهو كان البطل فيه ساعتها بس. فهو استاذ ماجد الكدواني اصحاب جدا، وبرضه ماجد المصري والناس دي، فانا اي حاجه لها علاقه بالاستاذ ماجد الكدواني انا على طول يعني. اكتر حاجه بتحبها الاستاذ ماجد الكدواني؟ طبعا طير انت ده اساسي، الافلام بتاعته ومسلسلاته وكل حاجه، بس هو فيلم على فكره الجريمه في انا الصراحه تمثيله كان عاجبني. طب انت ايه اكتر حاجه بتحبيها ماجد الكدواني؟ انا بعشق افلام، بس اكتر حاجه بحبها الاعلان بتاع والله العظيم بالكارير بتاع الممثلين كلهم بجد، الحركات اللي بيعملها شبه ماما قوي بس حسيته فظيع الصراحه. طب الفيلم هنا بيتكلم عن الحب او عن الحب الاول بشكل اوضح، فانتوا بتشوفوا مقوله الحب الاول ما بيتنسيش دي صح ولا؟ انا هو حبي الاول يعني هو يسال لا بيتنسي عادي. ايه ده؟ لا ايه انت اتضايقتي انت قلت لي ان اللي فاتوا ما كانوش حب. لا ما هو عشان كده اتنسوا. قلت لي ما كانوش حب ما هو ولا عشان كده الحب الاول. ما هم اتنسوا. تمام يا هاجر خلاص. بس أو هسألك سؤال، هم لو كانوا حب بجد كانوا هيتنسوا؟ يبقى ما كانوش حب، يبقى انا بس الحب الاول. ايوه بس خلاص. انا يا جماعه ما كنتش قصدي والله. لا عادي الاول بقى بيتنسي. لا يبقى انت اللي مش هينسى الاكس. شوفوا ان الحب بالسن، في ناس تقول الحب ملوش سن او لا. كده، لا رايكم ايه ايه؟ هو انت اخته دلوقتي متجوزه ومخلفه، تعرف جوزها بقى من وهي قد ايه؟ هم مع بعض من هم في تانية KG 2. لا عادي، هو ليه نحط سن على حاجه ربنا خلقها فينا يعني في عادي. ناس كبيره بيلاقوا بعض، في ناس بيلاقي مثلا نصيبه لما بيكبر، فبتختلف من شخص لشخص. ولو في فرق في السن، يعني لو حد اكبر مني، يعني انت مثلا شايف الماكسيموم بالنسبه لك ممكن ترتبط بشخصيه اصغر منك بكام سنه او اكبر منك؟ بص مش هقول لك ان هي ليها ماكسيموم عادي، فاهمه؟ لان هاجي ابص لها من ناحيه تانية، مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هو ستنا خديجه كانت اكبر منه ب 20 سنه، هل ده ساعتها لو كانوا بيفكروا بالفكر ده كان هيحصل، كانوا يتجوزوا بعض؟ لا. بس فالحاجات دي ما فيهاش سن، هي فيها هل هي صح ولا لا؟ توافق، بيفهموا بعض ولا لا وخلاص. يعني ممكن واحد يبقى اصغر مني ب 10 سنين بس مثلا عاقل عن واحد اكبر مني ب 20 سنه، ملهاش علاقه. بس دايما البنات بيبقى الموضوع عندها مختلف، البنت دايما تقول لك لا لو اكبر مني ما اعرفش بكام سنه مش هقدر، هيبقى كبير قوي عليا. انت بيبقى في برضه على بالنسبه حسب لهم السن، ما هو ما ينفعش واحده مثلا 30 سنه وواحد 60 يعني، بس مثلا فرق ال 10 سنين يفرق على حسب، يعني مثلا لو بنت عندها 15 ولا حاجه 10 سنين ازاي، لكن لو واحده 30 وهو 40 10 سنين تمام، فعلى حسب يعني بيبقى كل كيس. مفيش يعني لما حد بيقول لي ايه شايفه سن الجواز، انا مش عرفني وانا اهو عندي 28 وداخلين على جواز، ماما مخلفه وهي 22، فملهاش علاقه يعني على حسب. بما اننا جبنا سيره الجواز، ايه لا خلاص الصيف الجاي باذن الله انا عشت وما عملتش حاجه تانية في وشي او في عرفت سرفايف الصيف ان شاء الله.